تونسية. نحب نحكي شوية على الجزائر. اي تفضل. الجزائر راهي الجزائر معناها فهمني هي المنطقة اللي فيها لي باسان فيرسون تاع الوديان التونسية الكل، باش ما تنساش الناس. راهي الجزائر عندما معناها فهمني صارت لنا مشاكل كبرى، وصلنا لتونس معناها فهمني إلى حالة صعبة لأبعد الحدود، وبقينا الجزائر. اليوم في معناها إعادة تشكل الخارطة الجيوسياسية في المنطقة. الجزائر هي قوة ضاربة، أحب من أحب وكره من كره. بالنسبة للمغرب اللي حكيت عليه معناها فهمني السياسي الأزهر، المغرب هذا أكبر عدو لينا معناها فهمني معناها في المدة الأخيرة. أخي ما نعرفوش ايش عملت معناها المغرب في مسألة معناها الواحد، في مسألة الفوسفات، ما نعرفوش المغرب ايش عملت معناها في مسألة السياحة في تونس. هذه دولة معناها تآمرت علينا فهمني، وتحب تلوج معناها فهمني اي مشكله معناها فهمني. المغرب تتآمر ضد تونس اليوم من قبل تتآمر مع الواحد. مع شكون تتآمر؟ حتى مع الصهاينه. تيلي خشنيه اخي المغرب اليوم تكبر معناها فهمني حليف للصهاينه. ناس جابوا الصهاينه معناها فهمني المغرب العربي اللي عملها حتى حد قبل، فهمتني. بالنسبه للعلاقه مع الجزائر ردوا بالنا فهمني. نفضل انه معناها الاتصالات تصير معناها فهمني معناها على اعلى مستوى، ويتم حل المشكله هذه بطريقه معناها فهمني عقلانيه، وبطريقه معناها فهمني ما تفتحش المجال انه ناس تبدا معناها فهمني دق في الاسفين معناها ما بيننا وبين الجزائر. راهو الكلام اللي قلته بكري معناها عندما قلت لك اللي الجزائر اليوم اصبحت قوه اقليميه ضاربه، مش انا قلتها، راهو قالها قائد البحريه الفرنسويه في المده الاخيره، والناس الكل تعرف اللي معناها الجزائر ستلعب دور كبير.